النهارده هنعمل مع بعض البسيسة أو كيكة البسيسة بطريقة سهلة وبسيطة جدا وبمقادير اقتصادية متوفرة عندنا جميعا. هتطلع معاكي هشة عالية جدا، طعمها بجد في منتهى الجمال، ولأن قيمتها الغذائية عالية جدا ومغذية فأنا عملت منها صينيتين زي ما انتوا شايفين كده، وده العادي بتاعي. كل ما بعمل منها كميات. هقولك على التسوية المظبوطة ليها علشان يطلع لونها ذهبي من فوق ومن تحت، ومن الداخل لونها الاصفر ده خطير جدا. بمكون واحد موجود في بيتك هتطلعيها بالشكل ده من غير ما نضيف ليها بشر برتقان ولا حتى فانتا. الطريقه سهله وبسيطه جدا. كل اللي طالباه منكم انكم تتحمسوا كده معايا وتحطوا لايك للفيديو علشان يترفع وغيركم يستفاد، وصلوا على النبي في الكومنتات، ويلا بينا على طول نبتدي ونشوف المقادير وطريقه التحضير. ولاني بحب الترتيب والنظام في كل حاجه، فاول حاجه هبتدي بيها تجهيز الصواني اللي هعمل فيها الكيكه. جبت صينيتين الومنيوم بالشكل ده، نزلت في كل صينيه بنص معلقه من الزيت او السمنه او الزبده المتوفر فيهم عندك، وكمان كل صينيه نزلت فيها بربع معلقه من الدقيق. وهبتدي ابطن الصواني بتاعتي كويس جدا علشان الكيكه ما تلزقش فيها. كمان في نفس الوقت هبتدي اشغل الفرن عندي على اقل درجه حراره، لان احنا عارفين ان الكيكه لازم تدخل على فرن متسخن مسبقا. بعد كده في بوله فاضيه عندي هبتدي انزل بكوبايتين من دقيق الذره الاصفر، ونركز لان في دقيق ذره ابيض. بعد ما ضفت كوبايتين من دقيق الذره الاصفر هضيف كمان كوبايه الا ربع من الدقيق العادي، دقيق القمح متعدد الاغراض، وهبتدي انخل دقيق القمح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام، هنخله كويس جدا. بعد كده هنضيف ذره ملح وكيس كده او معلقه كبيره من البيكنج باودر. هنقلب بقى المكونات الجافه بتاعتنا مع بعضها كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي عندي كوبايه من السكر، كوبايه الا ربع من الزيت، كوبايه من الحليب، 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، وفانيليا سايله. طبعا الكوبايه اللي احنا معايرين بيها الدقيق هي نفس الكوبايه اللي احنا معايرين بيها المواد السايله. في شفشق الخلاط هنزل بالثلاث بيضات وعليهم معلقه صغيره كده من الفانيليا السايله او البودر المتوفر فيهم عندك. هننزل بكوبايه الحليب، وهننزل عليها بكوبايه من السكر، كوبايه الا ربع من الزيت، او ممكن نخلي كوبايه الا ربع من الزيت دي تبقى زيت على سمنه او زيت على زبده المتوفر فيهم عندك. بعد كده هنخفقهم في الخلاط كويس جدا لمده دقيقتين 3 لحد لما نتاكد ان المكونات كلها تجانست والسكر داب تماما. دلوقتي هنبتدي نضيف الخليط اللي احنا مزجناه في الخلاط للمواد الجافه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنبتدي نقلب في اتجاه واحد لحد لما المكونات كلها تتجانس في بعضها. عايزه اقول لكم معلومه، لو عندك بشر برتقان فوانت بتخلطي المواد كلها في الخلاط ضيفي معلقه كبيره من بشر برتقان، هتفرق جدا في اللون والطعم والريحه، بجد هتخلي البسيسه بتاعتك في حته تانية. طيب لو ما عندكيش وعندك لون طعام اصفر، ضيفي معلقه صغيره للخليط زي ما انت شايفه كده، هتفرق جدا في اللون ومش هتأثر على الطعم اطلاقا. لو ما عندكيش تقدري تستغني عنها مفيش مشكله، بس هو ده سر اللون الاصفر بتاع البسيسه اللي هتشوفيه معايا في اخر الفيديو. كمان لو عندك خل ما تنسيش تضيفي معلقه صغيره للخليط في الوقت ده، هتفرق جدا في هشاشه الكيكه بتاعتك. هنقلب الكيكه كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده في اتجاه واحد لحد لما المكونات كلها تتجانس. وعايزه اوريك القوام بتاع الكيكه علشان وانت بتعمليها تحاولي توصليها لنفس القوام. عموما انت لو استعملتي كوبايه واحده في عيار كل المقادير هتطلع معاكي بالقوام اللي انت شايفاه ده. شايفين؟ لا هي تقيله قوي ولا خفيفه قوي، القوام مظبوط. ونحاول نخلي يعني فوق الكيكه كده ارتفاع الصينيه يكون حوالي 2 سم، نعمل حساب ان هي لسه هترتفع في الفرن. قسمت المكونات على صينيتين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لان انا كنت عامله مقدار تاني بس ضفت المكونات كلها لبعضها في الاخر في نفس البوله. بعد ما نزلناهم في الصينيه هنبتدي نخبط الصينيه بتاعتنا خبطتين كده، ونجيب اي خله او اي حاجه نحاول نطلع فقاعات الهواء من الصينيه. وطبعا زي ما اتفقنا احنا مشغلين الفرن بتاعنا من البدايه على اقل درجه حراره عندنا. هنبتدي بقى نرفع الحراره ل 180. هندخل الكيكه بتاعتنا في الرف الوسطاني لمده نص ساعه. بعد نص ساعه تفتحي الفرن وتشوفيها، اذا لقيتيها استوت هتشغلي عليها الشوايه تاخد اللون الذهبي الخطير ده. لو لقيتيها لسه ففرنك يفضل مقفول عليها لحد لما تستوي، ما تقلقيش خالص، هتطلع مظبوطه معاكي ان شاء الله. اهم حاجه تكوني ظابطه حراره الفرن من تحت. ده كان شكلها بعد ما طلعت، اخدت بالظبط معايا 35 دقيقه، كانت مستويه. وفي الاخر شغلت عليها الشوايه علشان تاخد اللون الذهبي الخطير اللي انت شايفاه ده. لونها من فوق ومن تحت مميز جدا جدا، هوريهولكم دلوقتي. وطبعا لون الطعام الاصفر خلى لون الكيكه من الداخل ذهبي كده
وبجد في منتهى الجمال. جربوها بنفس التريكات وبنفس المقادير زي ما قلت لكم بالظبط، هتطلع ناجحه معاكم 100%. زي ما انتم شايفين اللهم بارك، الكيكه بتاعتنا عاليه جدا، مش مشققه من فوق، واخده اللون الذهبي من فوق ومن تحت، ومن النص لونها اصفر كهرمان خطير جدا جدا، وهشه كده واسفنجيه، وبجد سكرها مظبوط وطعمها في منتهى الجمال. مغذيه جدا، مفيده للاطفال، يعني قيمتها الغذائيه عاليه. جربوها لو ما عملتوهاش قبل كده، متاكده ان انتوا هتعتمدوها لانها جميله جدا جدا. لو كملتوا معايا الفيديو لحد هنا فما تنسوش تحطوا لايك للفيديو كده وانتوا بتتفرجوا علشان يترفع وغيركم يقدر يستفاد من الوصفه دي. ويا ريت كمان لو بتشوفوني لاول مره انزلوا حالا شرفوني بالاشتراك في القناه، هتلاقوا كلمه اشتراك مكتوبه باللون الاحمر تحت الفيديو، اضغطوا عليها وفعلوا زر الجرس اللي جنبها على الكل علشان تقدروا تشوفوا كل الافكار والوصفات اللي بنزلها يوميا اول باول. شيروا الفيديو لو حابين، وما تنسوش طبعا تدعموني بكومنتاتكم الجميله لانها بتشجعني وبتفرق معايا جدا. ولو في اي سؤال برضو اكتبوه في الكومنتات هرد عليكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.